تخيل معايا إنك تسمع صوت من السما بيقولك أنت هتبقى راعي شعب المسيح، وبعدها حياتك كلها تبقى هروب وألم وجهاد. إيه ازيكم؟ النهارده هنتكلم عن البابا بنيامين بابا الإسكندرية ال 38. كان الأب بنيامين من محافظة البحيرة، من بلد اسمها برشوط. اتولد في بيت غني، لكن قلبه كان أغنى بها حب ربنا، ومن صغره مال للحياة الروحية وقرر يسيب العالم ويترهبن عند أب قديس اسمه ساونا، وفي دير القديس كونوبوس جنب اسكندرية. كبر الأنبا بنيامين في الفضيلة، وكان أمين في حفظ الكتب الكنيسة وتعليمها، لحد ما وصل لنضج روحي واضح. في ليلة شاف رؤية، صوت بيقول له: افرح يا بنيامين، افرح يا بنيامين، لأنك سترعى قطيع المسيح. ولما حكى الرؤيا لأبوه نصحه بحكمة وقال له: خلي بالك ما تدخلش الكبرياء لقلبك. فزاد الأنبا بنيامين اتضاع وجهاد أكتر. فأبوه الروحي أخده للبابا أندرونيكوس وحكى له الرؤيا، فرسمه قس وسلمه مسؤوليات الكنيسة، وكان أمين في خدمته وحسن تدبيره. ولما اختاروه بطريرك على الكرسي مرمرقس، ما كانتش الأيام سهلة. الضيقات اشتدت والكنيسة دخلت في زمن صعب. ملاك الرب أعلن ليه اللي هيحصل وطلب منه يهرب هو والأساقفة مؤقتا. قبل ما يخرج عمل القداس وناول الشعب ووصاهم أن يثبتوا على الإيمان. بعت رسائل للأساقفة ورؤساء الأديرة يختفوا لحد ما تعدي المحنة. فالأنبا بنيامين خرج للبرية، فراح البرية القديس مكاريوس، وبعدها الصعيد، وقضى هناك 13 سنة كاملة في هروب وجهاد. وفي الوقت ده دخل المقوقس الخلقدوني اسكندرية واستولى على الكنايس واضطهد المؤمنين. ومن أقصى الأحداث إنه قبض على مينا أخو الأنبا بنيامين وعذبه بشدة لحد ما استشهد. وبعد فترة دخل عمرو بن العاص أرض مصر. بعد سنين وصل اسكندرية، فحصل اضطراب كبير واتحرقت كنايس كتير، منها كنيسة القديس ماري مرقس. وأحد البحارة سرق راس القديس ماري مرقس وخباها في سفينته من غير ما حد يعرف. ولما عرف عمرو بن العاص بغياب البابا بنيامين، أصدر أمان رسمي وقال إن البابا ليه السلام والأمان. فرجع الأنبا بنيامين بعد غياب 13 سنة، واتقابل باحترام كبير وتسلم الكنائس وأملاكها. وفي وقت مغادرة إحدى السفن وقفت فجأة، ولما فتشوها لقى رأس القديس مرمرقس، فاستدعوا البابا بنيامين في حمل الراس المقدسة وصار ومشى بيها مع الكهنة والشعب وسط ترانيم وفرح عظيم لحد ما رجعت اسكندرية. ودفع ربان السفينة مال كتير واتبنى بيه كنيسة على اسم القديس مرقس. في الأنبا بنيامين كان راعي أمين وجاهد في رد كتير للإيمان، وخدم الكنيسة بمحبة وصبر. وبعد ما خدم الكنيسة 37 سنة اتنيح بسلام. بركة صلاته فلتكن معنا جميعا. لو عجبتك القصة ودخلت قلبك اعمل لايك ومتابعة وكومنت. اكتب شفاعتك يا بابا بنيامين.